المهم وانا شغالة ببص لوش البنت بالصدفة، لقيت وشها بيبتسم وعينيها بتتحرك تحت الجفن. قلبي اتاخد للحظات، افتكرت انها حية فحطيت ايدي على رقبتها علشان اشوف النبض. ما حسيتش بحاجة، والبنت كمان كانت ساقعة جدا فمليون في المية ميتة. فجمدت قلبي وكملت، وبدرية كانت ورايا بتغسل الجثة التانية، فبتضير علشان اسأل بدرية على صابونة. وانا بلف وشي للجثة تاني لقيت كف ايديها نازل على وشي، ومن هول الصدمة والرعب وقعت على الأرض. وبدرية كمان ذهلت من الموقف، قالت لي هي ضربتك يا صباح؟ احنا الاتنين ما كناش مستوعبين اللي حصل. بدرية كانت نازلة هز فيا وأسئلة وانا مبرقة ومش قادرة اتكلم، وفي الآخر قالت لي تعالي نروح النادي الأمن يا بت، شكل في حاجة مش مظبوطة. نطقت أخيرا وقلت لها ما ينفعش يا بدرية، دول بنات مش هينفع ننادي رجالة هنا، تعالي احنا الاتنين نغسل واحدة واحدة. وفعلا حصل، بمساعدة بدرية كتفنا البنت وحاولنا نخلص المهمة على خير، وسلمنا الجثتين فعلا في ميعادهم